السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نرفع الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تدعموني بلايك. لو انت من الجيزة او حتى من بره الجيزة وبتدوري على مكان تجيبي منه لبس حلو قوي وسعره معقول وعلى قد الايد، يبقى لازم تبقي سمعتي عن شارع ضياء. الشارع ده يا بنات موجود بين شارع الملك فيصل وبين شارع الهرم. في ناس يا بنات كتير جدا بتجيله مخصوص، مش بس علشان يتمشوا، لكن علشان حاجة واحدة مهمة: محلات اللبس والجينز. شارع ضياء يا جماعة مخصص للجنس اصلا، يعني من بداية ما الشارع دوت يعني كان فيه محلات كتير وكده، كان معتمد بس على الجنسات. بس دلوقتي يعني ايه، طور من نفسه وبقى فيه ملابس رجالي حريمي اطفال شوزات، كل ما تتخيلوه هتلاقوه في الشارع ده. اول ما تدخلوا شارع ضياء يا بنات هتلاحظوا ان الشارع كله تقريبا عبارة عن محلات لبس يمين وشمال. وزي ما قلت لكم طبعا محلات جينز وتيشيرتات قمصان، هوديز، بنطلونات كاجوال. بصوا اي حاجة وكل حاجة هتلاقوها في المكان. يعني تقريبا يا بنات اي حد بيدور على لبس شبابي هيلاقيه، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه. الميزة كمان في شارع ضياء ان المحلات كتير جدا جدا جنب بعض، وده طبعا بيدي فرصة لأي حد ينزل يلف براحته جدا. يعني مش لازم تشتري من اول محل، ممكن تعدي كده على كذا محل، تشوفي الموديلات، تقارني الاسعار، تشوفي اي حاجة اللي يعجبك كل ما يعجبكيش كل ده قدامك. بتفضلي تلفي كده لحد ما تلاقي اللي يعجبك بجد. والله العظيم حاجات هناك تحفة تحفة تحفة. طبعا زي ما قلت لكم كده في بداية الفيديو ان الشارع دوت مشهور جدا جدا، اكتره الجنسات هناك. هتلاقي موديلات كتير جدا، ضيق واسع كلاسيك شبابي، وكل سنة بتنزل موديلات جديدة احلى من السنة اللي قبلها، بتظهر هناك في المحلات. وكمان الاسعار في الغالب بتكون مناسبة مقارنة باماكن تانية كتير، وده لانه المنافسة بجد بين المحلات كبيرة جدا جدا. كل محل يا بنات بيجيب موديلات احلى ويقدم سعر احسن علشان يجذب الزباين. علشان كده بقى شارع ضياء مقصد لناس كتير جدا. في يا بنات شباب بينزلوا مخصوص علشان يجيبوا جنسات من هناك، وفي ناس بتيجي من مناطق بعيدة تانية من الجيزة، يعني مناطق بتبقى يعني غير الجيزة، علشان يلفوا ويشوفوا المحلات. غير كده كمان الشارع حيوي جدا يا بنات، طول اليوم هتلاقي ناس بتتفرج على المحلات، ناس بتشتري، ومحلات فاتحة وأنوارها مالية المكان كله. وده في حد ذاته يا بنات بيخلي الجو فيه حركة دايما. الأسعار هناك يا جماعة زي ما قلت لكم إن هي مش بتتقارن بأي مكان تاني، بس كمان هم بيعملوا حاجة حلوة جدا. يعني أنا شايفة إن أسعارهم زي ما قلت لكم يعني في الأرض، برخص التراب كل حاجة. وكمان يا جماعة بيفصلوا، يعني مثلا لو لقيتي بلوزة ب500 جنيه ممكن تاخديها ب400. بينزلوا جامد جدا. عجبني هناك قفطان لقيته ب650 جنيه، اخدته منهم ب550، يعني 100 جنيه نزلوها لي. انا بقى القفطان ده عايزه اقول لكم ان انا شفته ب850 جنيه في مكان تاني، والله العظيم ما بكدب عليكم. بجد انا لقيت القفطان ده في مكان ب850 جنيه، ولقيته هناك ب650، واخدته كمان ب550. طيب وفي اماكن تاني القفطان دوت انا شفته ب1000. تمام. بس عايزه اقول لكم ان ايه، ان هم هناك يعني بيبيعوا بسعر قليل وكمان بينزلوا. هتيجوا طبعا تقولوا لي ده فرق اكيد خامات، يعني اكيد السعر دوت فرق خامة. اقول لكم والله العظيم نفس الخامة بالظبط، نفس الخامة. يعني لو حطيتوا الاتنين هتلخبطوهم مع بعض، مش هتعرفوا تطلعوها غير لما تلاقوا ايه، ده اسم مصنع وده ده اسم مصنع. لكن هتلاقوا الخامة يعني زيها بالظبط، مفيش فرق خالص خالص خالص. بس السعر يعني حاجة كده اسعارها خزعبلية بره، بجد والله العظيم. انا طبعا يعني مش شكرانية ولا الكلام في المكان، بس انا طبعا زي ما قلت لكم ان انا لما بلاقي حاجة كويسة وتقدر تفيدكم طبعا مش هبخل عليكم بيها. والمكان دوت بجد مش هتندموا لو رحتوه، لان فعلا الاسعار هناك حلوة قوي قوي قوي.
وعايزه اقول لكم بقى ان انا كنت مبسوطه جدا لان هناك برضو في اجواء رمضانيه بجد والله العظيم. يعني الزينه والانوار كل حاجه هناك تحفه، وبالذات كمان ان احنا في اعياد. وبصوا هنا يعني كنا لسه ما جيناش نص رمضان، يعني ممكن 14 رمضان او حاجه تقريبا يعني. عايزه اقول لكم الدنيا لسه هاديه، لسه ما اتزحمتش. وده غالبا بقى معلش عشان ايه؟ علشان البلديه يعني كانت شارع العريش قفلته تقريبا، مش قفلته اللي هي ايه، شالت منه الناس اللي هي بتفرش وكده. هو طبعا الناس كتير رزقها اتقطع في المكان، بس ايه، بس هنا في فروشات بس مش زي الاول. الاول كانت كتير جدا جدا اكتر من كده، بس طبعا خايفين لان حصل في شارع العريش دروب كده، فهم خايفين. حتى وانا كان في يعني زي عربية كده وفيها شوزات وكده، لقيت البياع بيقول لي لا معلش ما تصوريش، عشان ايه؟ ناس بتيجي تصور وبتروح تبلغ عننا البلدية، فاحنا بنخاف وكده. فقلت له والله انا فاتحه قناه وبنزل فيها فيديوهات والكلام ده، فما تقلقش. بصوا بقى يا جماعه، المحل ده انا دخلت جبت لبنتي منه بنطلون. تمام، جبت للبنتين بنطلونات. البنطلونات انا بجيبها من المحل دوت، فعلا بلاقي مقاسات بناتي. كانوا مبسوطين وفرحانين جدا جدا وعمالين يغنوا ويرقصوا، اجواء تحفة بجد والله العظيم. ربنا يفرحهم ويفرح الناس كلهم. تمام، حتى انا قلت لهم انا هصور، قالوا لي صوري براحتك ومش عارف ايه. وفعلا صورت كده الاجواء اللي هم عاملينها، حاجة كده تفرح وتبسط الواحد. انا ما كنتش عارفة او مش عايزة اخرج من المحل، لان فعلا والله العظيم يعني حاجة تفرح كده. ده محل تاتو، عايزه اقول لكم يعني في كل المقاسات، كبير وصغير محير، كل حاجه بناتي. عايزه اقول لكم ان انا يعني دايما بجيب منه البنطلونات الجينز للبنات، لان بناتي سنهم محير ماشي، اللي هو 14 سنه و11 سنه، فبيتعبوني جدا جدا علشان الاقي لهم مقاساتهم اصلا. بس دايما بلاقي لهم الجنسات بتاعتهم في المحل ده. بس زي ما انتم ما شايفين كده يعني كل حاجة موجودة. ده البياع اللي ما خلانيش صورت، وكان خايف جدا لحسن اكون من بتوع البلدية وكده، مع ان انا كنت والله هشتري منه اللي هو الشوز اللي انا كنت ماسكاه البيج ده، كانت بنتي عايزاه وكده، وكنت هشتريه، بس هو بصراحة قفلني يعني. هو قفلني بس بصراحة يعني ممكن الله يكون في عونه، يعني ممكن يكون فعلا خايف بالشكل اللي هو بيقول عليه دوت، لاني هو ليه مش هيخلينا اصور غير انه يكون مثلا خايف فعلا. المهم الشارع فيه حاجات كتير جدا لكل الناس تقريبا. يعني مثلا الكوتشيهات هتلاقي محلات كتير جدا للكوتشيهات، والميزة ان الاسعار بتبدأ تقريبا من حوالي 150 جنيه. طبعا دي للحاجات الاقتصادية، وممكن توصل كمان لحد 3000 جنيه او اكتر شوية للموديلات اللي هي الاعلى، اللي هي البراندات المعروفة يعني. يعني اي حد حسب ميزانيته هيلاقي حاجات مناسبة ليه جدا. واكيد كمان مش الكوتشيهات بس، هتلاقي صنادل وشباشب واحذية مختلفة تناسب الصيف والشتاء. غير كده كمان في الشارع محلات اكسسوارات وشنط، هتلاقي الاسدالات البناتي والحاجات اللي البنات بيحتاجوها في اللبس اليومي يعني. وطبعا اللبس الحريمي موجود بقوة في الشارع والله العظيم، يعني بصوا مش مقصرين في اللبس الحريمي. على فكرة بالمناسبة ان فعلا اللبس الحريمي اكتر من اللبس الرجالي. كل ما تتخيليه هتلاقيه، فساتين، بنطلونات، بلوزات، اطقم كاملة. يعني اي بنت ممكن تنزل تعمل شوبينج محترم من غير ما تخرج من الشارع اصلا. وكمان طبعا لبس الاطفال موجود في محلات كتير جدا جدا جدا، من اول لبس البيبي الصغير طبعا لحد لبس الاولاد والبنات الاكبر شوية. يعني باختصار كده شارع ضياء مش بس مكان تشتري منه جنسات، لا، ده شارع تقدري تنزلي فيه وتجيبي لبسك وكوتشيهاتك وحاجات كتير للبيت، وحتى لبس الاطفال في نفس الجولة. وعلشان كده الشارع دايما تلاقيه فيه حركة، ناس جاية تتفرج وناس بتشتري وناس بتلف بين المحلات علشان تختار احسن حاجة. يعني خلاصة الكلام كده، لو انت بتدوري على مكان تلاقي فيه اختيارات كتير من اللبس والجنس، وفي نفس الوقت الاسعار تكون مناسبة، يبقى اكيد شارع ضياء واحد من الشوارع اللي تستاهل انك تعملي فيها لفة. بس بقى يا بنات، هي دي كانت جولتنا النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم وتكون خفيفة كده على قلبكم. بتمنى تحطوا اللايك واشتراك وكمان تفعيل الجرس، وكمان كومنتات حلوة ايجابية تحفزني وتشجعني. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم مع الف سلامة.